نيجي بقى نتكلم النهارده على التمبلز اوف ابو سمبل، المعابد بتاعت رمسيس الثاني في منطقه ابو سمبل. تمام. احنا عارفين ان هناك في معبدين، المعبد الكبير بتاع رمسيس الثاني والمعبد الصغير اللي هو كان عامله لمراته نفرتاري. Temples of Abu Simbel. The temples of Abu Simbel were built by Ramesses II during his 10th regnal year at Abu Simbel، يعني اتبنوا في السنة العاشرة من حكمه في منطقة أبو سمبل اللي هي على بعد قد إيه؟ 280 كيلومتر ساوث اوف أسوان، بعد 280 كيلو متر من أسوان. يعني المسافة ما بين الأقصر وأسوان والمسافة ما بين أسوان وأبو سمبل عاملة بالظبط زي من القاهرة لإسكندرية، ومن اسكندرية للقاهرة راجع تاني. يعني المسافة من أسوان لأبو سمبل زي المسافة ما بين القاهرة واسكندرية. They were cut out of the sandstone rock mountains، يعني كانوا منحوتين في الجبل. تمام. and designed to overlook the Nile، ومعمولين علشان يطلوا على نهر النيل، والمسافة ما بينهم حوالي 150 meter apart. These temples, the great one and the small one، ال great one اللي هو المعبد الكبير بتاع رمسيس، وال small one اللي هو الصغير بتاع نفرتاري، have been completed during the 23rd regnal year of the king، خلصوا في السنة 23 من حكم رمسيس. The great temple is also known as the southern temple، المعبد بتاع رمسيس اسمه المعبد الجنوبي. and the temple of راحورختي، ومعبد راحورختي، يعني هو اسمه المعبد الجنوبي ومعبد الاله راحورختي، يعني الاله الاساسي اللي بيعبد في المعبد كان راحورختي. ولوكيشن المعبد من المعبد الثاني يخلي ده الساذرن ويخلي الثاني هو النوردن. تمام. due to the fact that it lies to the south of the small temple، عشان هو على ناحيه الجنوب من المعبد الصغير. and it was dedicated to God راحورختي، ومعمول للاله راحورختي. As for the small temple, it is also known as the Northern Temple، اسمه المعبد الشمالي. and the Temple of Hathor Lady of Ipshik، والإله حتحور، معبد الإله حتحور سيدة إبشك. إيه هي إبشك ديت؟ The region of Ipshik lies south of Abu Simbel in Sudan، يعني هي المنطقة دي بتقع جنوب أبو سمبل جوه السودان، لأن كده كده معبد أبو سمبل أصلا هو على الحدود ما بين مصر والسودان. Ramses II built a great temple for himself. تمام. to be deified، علشان يعبد فيه، زي كده المعبد بتاع سيتي، يعني سيتي كان عامل أوضة لنفسه في الشراينز علشان هو كمان يعبد فيها. and worshipped and he built a small temple and dedicated it for the worshipping of his wife Nefertari، وعمل المعبد الصغير لعبادة زوجته نفرتاري. and to become a long lasting evidence of their everlasting love story، وعشان يكون دليل على قصة حبهم. يعني هو الراجل بصراحة ما قصرش معاها، بنى لها معبد وراح اتجوز عليها حوالي 40 واحدة تانيين، ومخلف من زوجاته التانيين حوالي 30 عيل غير العيال اللي هو خلفه منهم من نفرتاري، وبنى لها معبد في الآخر. The ancient Egyptians were not only great engineers and architects but they were also great astronomers، يعني المصريين القدماء ما كانوش بس مجرد مهندسين عظام ولا يعني بنايين عظام، لكن كمان كانوا علماء فلك عظام. ليه بقى؟ That explains how they designed the great temple in a way in which the sun rays would penetrate it into its sanctuary، يعني بيقولوا ان هم مصممين المعبد بطريقه تخلي اشعه الشمس تخش جوه من بوابه المعبد لغايه السانشواري، لغايه المحراب او قدس الاقداس بتاع المعبد about 60 meters deep، يعني الشمس بتخش على عمق 60 متر جوه المعبد and shine the face of the statue of the king twice a year، وتضيء وجه التمثال بتاع الملك مرتين في السنه، زي ما احنا كلنا عارفين المعجزه الهندسيه اللي عملوها المصريين القدماء، انه خلوا اشعه الشمس تنور على وش الملك رمسيس مرتين في السنه، مره ايام البيرث، مره يوم البيرث داي عيد ميلاده and once during his coronation day، ومره يوم عيد تتويجه. طبعا في اراء كتير دلوقتي بخصوص الموضوع دوت، يعني لما نتكلم مع السياح في الموضوع دوت احنا طبعا بنقول لهم الراي اللي الناس كلها متعارفه عليه، او الراي المتعارف عليه ان هو يوم عيد ميلاده ويوم عيد تتويجه. ولكن في آراء تانية بتقول إن الظاهرة دي كانت بتحدث في أيام احتفالات بدايات موسم الحصاد، وبداية موسم الشتاء وموسم الحصاد. أو أنا مش متذكر بالظبط، هو بس هو كان في آراء بتقول إن هو متوافق مع أعياد معينة عند المصريين القدماء، لكن ما كانش ليه علاقة بعيد ميلاد الملك وعيد تتويج الملك.
يعني احنا لو جينا نفكر فيها هنلاقي ان الموضوع it doesn't make sense. يعني اشمعنى يعمل الموضوع ده في المعبد بتاعه في ابو سمبل؟ يعني ليه ما اتعملش في معبد مثلا في معبد الاقصر؟ يعني معبد الاقصر رمسيس الثاني هو اللي مكمله. او ليه ما عملوش في الرمسيوم، المعبد هو المورشري تمبل بتاع رمسيس الثاني في البر الغربي؟ او ليه ما عملوش في اي معبد تانية من المعابد اللي بناها في منفس او في بر رمسيس؟ ما بر رمسيس هي العاصمه. اشمعنى عمل ده بالذات في المعبد بتاعه اللي هو في ابو سمبل؟ فده طبعا من الحاجات اللي بتأيد ان الفكره بتاعت ان اليومين اللي الشمس بتخش فيهم تنور فيهم دول ما لهمش علاقه بعيد ميلاده وعيد تتويجه. غير ان في نقطه تانية ان ملوك المصريين القدماء نادرا لما كانوا بيسجلوا ايام اعياد ميلادهم. يعني ما كانش احتفال عيد ميلاد الملك ده حاجه مهمه، يعني او مش يعني التتويج ونقول ماشي تمام يوم تتويج الملك. يعني حتى كل اللوحات اللي بتتكتب بتتأرخ بيوم تتويج الملك. تمام. التأكيد على عيد ميلاده او انها تتأرخ بتاريخ عيد ميلاده دي كانت حاجة نادرة جدا. وتظل برضو رأي من ضمن الآراء. نرجع بقى للكلام فبنقول ايه؟ ان الناس بتيجي لغاية دلوقتي the whole world would counted the great temple of Abu Simbel as a phenomenon. يعني الناس بتعتبر ان معبد ابو سمبل ده ظاهرة لازم الناس تروح تشوفها. طيب اللي حصل بقى ايه؟ ان after building the high dam، بعد بناء السد العالي في اسوان، and due to the increase in the water level of the Nile River، وبعد زيادة مستوى نهر النيل، the temples were threatened to be flooded. يعني اللي حصل ان المية عليت ورا السد العالي. فمستوى المية لما هيعلى ايه اللي هيحصل؟ هيغرق كل المعابد اللي موجودة وراه، من ضمنهم المعبدين بتوع ابو سمبل. totally submerged in water and thus had to be moved. وبالتالي كان لازم الحل ان هم يتنقلوا لمكان اعلى higher location. في فيديو مشهور قوي على اليوتيوب بيشرح ال الاراء اللي كان المهندسين بيفكروا فيها كبدايل عن قطع المعبد ونقله. يعني قطع المعبد ونقله ده كان اخر حل مقترح. كان في حلول كتير ولكن الحلول دي كانت كلها حلول غير امنه، ما كانش فيه غير ان هم يقطعوا المعبد وينقلوه لمكان اعلى. The UNESCO called for an international operation. بدأوا ينادوا بأن يبقى في عملية دولية to save the temples of Abu Simbel علشان ينقذوا المعابد بتاعت أبو سمبل. The Egyptian government received many proposals from all around the world for securing these temples. يعني الحكومة المصرية وصل لها عروض كتيرة لإنقاذ المعبد. وافقوا على إيه؟ The Italian proposal. وافقوا على العرض الإيطالي اللي كان بيقول إيه؟ Cutting the temple into 1042 pieces. إن هم يقطعوا المعبد ل 1042 حته to reassemble it on another location وينقلوه لمكان تاني 200 meter away from the original site، على بعد 200 متر من موقعه الأصلي. وكمان الموقع ده 65 meters high وعلى ارتفاع 65 متر. تمام. In 1964 the operation started. بدأوا عملية إنقاذ المعبد سنة 1964. Everything was recreated. كل حاجة أعادوا تصميمها من أول وجديد. يعني عملوا جبل جديد مكان الجبل اللي كان منحوت فيه المعبد. وطبعا ده ما كانش جبل حقيقي، ده كان جبل صناعي. تمام. Recreated even the mountains in which the temples were once carved in. They made a dome. عملوا قبة معدنية. القبة يعني هم عملوا قبة مكان الجبل وغطوها طبعا كتل الحجاره والرمل والدبش علشان تبان ان هي كانه جبل حقيقي. وبعد كده راحوا جمعوا حطوا التماثيل في المكان الاصلي بتاعها زي ما كانت موجوده بالظبط، والمدخل الناس بتخش منه. Above each temple to protect the temples from falling apart, and they covered the dome with sandstone blocks. وغطوا القبه الحديديه بالرمل والحجاره. The best engineers in the world succeeded in saving the two temples. نجحوا في إنقاذ المعبدين. And the operation ended in 1968. وخلص الموضوع بعد 4 سنين. بس إيه اللي حصل بقى؟ They could not duplicate what Ramesses II engineer succeeded in. يعني هم ما نجحوش في حاجة بسيطة جدا. إيه هي الحاجة البسيطة؟ هي طبعا مش هي بسيطة ولا حاجة. هم نجحوا في إنقاذ المعبدين لكن فشلوا في حاجة واحدة. إن هم إيه بقى؟ they missed by one day. ان هم ما عرفوش يكرروا نفس فكره ان الشمس تخش جوه المعبد في نفس اليوم اللي كانت بتخش فيه في لما كان المعبد في مكانه القديم. يعني ال الاضاءه بقت تخش بيوم تاني غير اليوم اللي دخلت فيه لما كان المعبد في مكانه. The inauguration of the temples was in 1972. وتم افتتاح المعبدين بعد الانتهاء من إعادة بنائهم في 1972.
Today the sun shines inside the temple one day before the king's coronation day. يعني الشمس دلوقتي بتشرق جوه معبد الملك يوم قبل اليوم، يعني بيوم فارق او يوم قبل اليوم اللي كانت الشمس بتخش فيه قبل كده. And one day before his birthday. The sun used to shine on both of the facades and into the sanctuary of the great temple, some 60 meters deep into the mountain twice a year. الدايز دول كانوا ايه؟ His birthday 22nd of October and coronation day 22nd of February. يعني اليوم عيد ميلاده 22 اكتوبر ويوم تتويجه 22 فبراير زي ما هو معتقد. Where the sun would sign the three solar deities in the sanctuary of Ra Akhti, Ramses II, Amun Ra, except for the fourth statue of Ptah, which was left in the dark. يعني الشمس بتخش تمام بتنور على وش التمثال بتاع الملك ووش تمثال را أختي ووش التمثال بتاع أمون رع، وبيفضل بس التمثال بتاع بتاح جوه المعبد، وهو الشمس مش بتروح له لأن بتاح من آلهة الداركنس أو من آلهة الظلام. مليونز اوف تورست، ملايين بقى السياح بيجوا يزوروا الفينومينا ديت، يجوا يشوفوا المعبد والشمس وهي بتخش جواه بتنور على وجوه التماثيل. They have come today to visit the temples of Abu Simbel which is a collaboration between ancient and modern engineers. ده يعني زي ايه تحالف ما بين او يعني نتيجه ليه ان العلماء او المهندسين نجحوا في انقاذ المعبد، فبنقول ده زي تعاون ما بين المصريين القدماء والعلماء او المهندسين الحاليين. نيجي بقى نتكلم على وصف المعبد ذات نفسه. The Great Temple of Abu Simbel، المعبد الكبير. أول حاجة عندنا the facade of the Great Temple أو الواجهة بتاعة المعبد. زي ما احنا كلنا عارفين شكل تصميم المعبد من بره عامل ازاي، زي ما عارفين في الصور موجودة في كل حتة. The facade of the Great Temple is trapezoid. Trapezoid يعني شكله شبه منحرف، ما هواش مستطيل، هو شبه منحرف. تمام؟ is about 38 meters in width، يعني العرض بتاعه 38 متر. 33 متر in height وارتفاعه 33 متر. decorated by 4، هو عبارة عن في قدامه فيه 4 تماثيل كانوا موجودين، 2 على اليمين و2 على الشمال زي ما كلنا عارفين. 20 متر closer statues، ارتفاعهم 20 متر، تماثيل ضخمة. of the king، 2 on either side of the entrance، 2 على كل ناحية من المدخل. little statues of his family are cut between the legs، وأعضاء العيلة بتاعته معمولين منحوت لهم تماثيل ما بين رجلين التماثيل، ال4 تماثيل بتوع الملك. The top of the facade is decorated by a cavetto cornice bearing cartouches of the king. يعني من فوق هنا، من فوق التماثيل المدخل بتاع المعبد ومن فوق الواجهة معمولة بشكل كافيتو كورنيس أو اللي هي الكورنيشة اللي كانت بتبقى بتزخرف بيها المعابد من فوق أهي، اللي هي ديت اللي هي الكورنيشة اللي بتبقى بتزخرف المعبد من فوق المعابد كلها. Above the cavetto cornice there is a row of baboons، وفوق الكافيتو كورنيس في مجموعة من قرود البابون، تمام، اللي هي بتتعبد للشمس adoring the sun. Under the cavetto cornice there is a line of inscriptions giving the names and titles of the king. وتحت الكورنيشة في أسامي وألقاب الملك، يعني هنا هنلاقي هنا الأسامي والألقاب بتاعة الملك موجودة هنا، تمام. الكافيتو كورنيس أهي موجودة الناحية دي، وفوق الكافيتو كورنيس عندنا التماثيل بتاعت البابون، هي قاعدة من فوق هنا كده، تمام، قاعدة فوق الواجهة بتاعت المعبد وبتتعبد فرد ايديها كأنها بتتعبد للشمس. The entrance of the temple is cut in the middle of the facade، والمدخل المعبد موجود في منتصف الواجهة بالظبط. ادي المدخل اهو، ده المدخل، تمام. Between the 4 statues above the entrance there is a recess، وفوق المدخل في زي تجويف في الحيطة. التجويف اللي في الحيطة دوت مرسوم فيه، معمول منحوت فيه تمثال لراحو الأخطي وهو واقف هنا في النص، فالكون. Decorated by a representation of God راحو الأخطي. On his right there is an User scepter and on its left there is a Ma'at sign. يعني موجود على يمينه الرايت سايد في علامة الأوسر اللي هو العصاية اللي هي بتبقى عاملة كده بالظبط، اللي هو بتبقى زي حيوان كده ونازله منها راس حيوان ونازله منها اطراف كده، دي اللي هي علامه الاوسر، تمام. والناحيه الثانيه في العلامه بتاعه الماعط اللي هي الست اللي قاعده كده وفوقيها الريشه، تمام، دي العلامه بتاعه الماعط. فعلشان كده يتقري ايه بقى؟
يتقري أوسر ماعت، يعني نقرا أوسر وبعد كده نقرا ماعت وبعد كده نلاقي راح والأختي في النص، فيتقري الاسم كله على بعضه أوسر ماعت رع. ده اسم رمسيس الثاني، اسم الكورونيشن بتاع رمسيس الثاني. all is read as أوسر ماعت رع، يعني راح والأختي في النص، أوسر على اليمين وماعت على الشمال. طيب على يمين الأوسر والماعت في رسمة للملك. recess the scene of the king is raising his hand in adoration of the statue. يعني على يمين الأوسر في رسمة للملك وهو بيتعبد، ورسمة عند الماعت وهو بيتعبد. طبعا اللي بيتعبد ده ليه علامة أو الرسمة بتاعت رحم الأختي اللي موجودة في النص بالظبط. فهو بنقول إن هو بيتعبد adoring the adoration of the statue of رحم الأختي. نيجي بقى نتكلم على المعبد من جوه the interior design of the temple. زي ما احنا شايفين هنا في الديزاين اهو، ده الفساد اهو، ده الفساد بتاع المعبد. اوكي، وادي الاربع تماثيل اهو. اوكي، حتى لما بنيجي نرسم المعبد ذات نفسه في الامتحان فبنعمل ايه؟ بنبتدي الاول بنعمل الجزء البراني للمعبد اهو، ده الجزء البراني للمعبد. جميل، وبعد كده بنرسم الاربع تماثيل، وادي الانترانس بيدخلنا على اول صاله اللي هي صاله البيلارد هول، الفيرست بيلارد هول او صاله العمدان الاولانيه. The entrance leads to the first pillared hall which is 20 meters long and by 18 meters wide. يعني هي طولها 20 متر وعرضها 18 متر. Inside the hall there are 8 Osiris sculptures lined up 4 by 4 against the 4 square pillars in the hypostyle hall. يعني الصالة دي فيها 8 عمدان أوزيرية، 8 Osiris sculptures، 8 عمدان أوزيرية أو 8 تماثيل أوزيرية معمولين على الأربع عمدان يمين وأربع عمدان شمال. زي ما احنا شايفين هنا في التصميم، ادي في عندنا اربع عمدان يمين، تمام، بيلرز، تمام، واربع عمدان شمال. مربوط في كل عمود فيهم تمثال للملك وهو واقف بالشكل الاوزيري. يعني كل عمود فيهم فيه تمثال للملك مشبوك فيه، تمام، بالشكل الاوزيري، يعني هو واقف بالوضعيه الاوزيريه. جميل. The four statues on the north represent the king wearing the double crown. يعني التماثيل بتاعت الملك اللي موجودة في الناحية النورث بتاع التمثال أهو، يعني زي ما انتم شايفين النورث الناحية دي، يعني التماثيل الناحية دي اللي هي ناحية النورث بتمثل الملك وهو إيه؟ لابس الدبل كراون. والتماثيل اللي ناحية الساوث بتبينه وهو لابس الوايت كراون. يعني التماثيل اللي هي موجودة الناحية دي وهو لابس الوايت كراون، التماثيل اللي هي الناحية دي وهو لابس الدبل. طيب السينز اللي موجوده في الهول mainly represent the scenes of the battle of قادش. ادي كده اول سينز هنتكلم عليها موجوده جوه المعبد. طبعا السينز دي مش موجوده في ظهر الكتاب، اوكي، فاحنا عندنا نكتب كده جنبيها رقم واحد. السينز دي موجود ايه؟ الباتل اوف قادش. وكمان بعد كده عندنا traditional scenes offering او traditional offering scenes of the king making offerings in front of different gods to gain their blessings. يبقى دي كده رقم اتنين. يبقى الصور اللي موجوده في الاوضه بتاعه الفيرست بيلارد هول، او نكتب كده هنا باللون الازرق، نختار بقى لون جديد بلون احمر، اوكي، ونكتب عندنا هنا اول حاجه عندنا الصور اللي موجوده. نكتب كده واحد هنا ونكتب اتنين الناحيه دي، اوكي. عندنا الرسومات اللي هي بتاعه معركه قادش والرسومات بتاعه الملك وهو بيعمل اوفرينجز. There are 8 side chambers surrounding the hypostyle hall for keeping the storing the offerings and the temple equipment. تمام. This is confirmed by the scenes on the wall. يعني بيقول في 8 اوض جانبيه اهم. ادي كده هنا اوضه، نعمل ده بلون تاني عشان نبقى ايه، نخلي اللون الاحمر للسينز بس. اهو عندنا هنا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. في عندنا 8 أوض جانبية. الأوض الجانبية دي معمولة علشان يتحط فيها الأدوات بتاعة المعبد ويتخزن فيها كمان الأوفرنز. بعد الصالة الأولانية بنعدي على السكند بيلارد هول. احنا عندنا خلصنا الفيرست بيلارد هول، دي بقى السكند بيلارد هول اللي هي موجودة الناحية دي أهي. ادي السكند بيلارد هول فيها 4 عمدان. Deeper into the rock there is another pillared hole measures 11 by 12. يعني عندنا أوضة مساحتها 11 في 12. It contains 4 pillars، فيها 4 عمدان on either side على الناحيتين بتوع الصالة. السينز اللي هنا ايه؟ mainly represent the king and his wife نفرتاري. الرسومات اللي موجودة بتبين الملك ومراته نفرتاري. ادي كده السين رقم 3، الملك ومراته مع بعض بيعملوا offerings، تمام. يبقى احنا عندنا في السكند بيلر هول الصالة الثانية اللي فيها العمدان اهو، ادي 4 عمدان اهم، تمام.
وعندنا السينز اللي موجودة رقم 3 اللي هي السينز اللي بتبين الملك ومراته. نكتب هنا 3. طيب نيجي بعد كده بقى للفيستبيول. الفيستبيول اللي هي الصالة اللي هي العريضة اللي هي دي، هي دي الفيستبيول أهي. تمام. فبنقول at the western end of the second hypostyle hall there are 3 doors. 3 أبواب بيدخلونا على الفيستبيول which in turn leads to the sanctuary of the temple in the center and 2 small undecorated side rooms on the sides probably for storage. يعني احنا بنقول هنا ايه؟ ادي الفيستبيول اهو باللون الازرق. اوكي، ادي الفيستبيول اهو. الاول في عندنا 3 ابواب، ادي باب وادي الباب الثاني وادي الباب الثالث بيودونا على الفيستبيول. ادي الفيستبيول اهو. بعد الفيستبيول بنخش على السانشواري اهو، السانشواري وجنبيه في اوضتين جانبيتين اهو، دول الاوضتين اللي على الجناب. طيب نيجي بقى للسانشواري اللي هو المحراب او قدس الاقداس. Inside the sanctuary cut in the rock there are 4 statues representing بتاح، امون، رمسيس II deified and راحو الاخطي. يعني جوه السانشواري في 4 تماثيل زي ما قلنا اللي هو بتوع بتاح وامون ورمسيس الثاني وراحو الاخطي. In the middle of the room there are remains of the pedestal. في المنصة اللي كان بيتعمل عليها ايه؟ اتحط عليها السيكريد بارك، بيتحط عليها المركب المقدسة بتاعة الإله أمون. وده تصميم المعبد زي ما احنا عارفين. وده كده بالنسبة لمعبد أبو سمبل الكبير، الجريت تمبل. طيب نيجي بقى نتكلم على السمول تمبل اوف أبو سمبل أو معبد أبو سمبل الصغير الخاص بالملكة نفرتاري. زي ما قلنا إن التمبل ده بيخص حتحور وبيخص نفرتاري، واسمه ذا سمول تمبل، واسمه النورثern تمبل والمعبد الشمالي. اوكي. It is located 100 meters northeast of the Great Temple. يعني هو بيقع على بعد 100 متر من شمال شرق المعبد الكبير. It was built by Ramesses II who dedicated it to goddess حتحور lady of Ipshik. يعني هو كان عامله لإله حتحور سيدة إبشك، وبرضه كان عامله لمراته اللي هي كانت نفرتاري. طبعا ما ينفعش نقول عليها شيف كونسورت، المفروض انها تبقى شيف وايف او الزوجه الاساسيه. هي ما كانتش عشيقه، ما كانتش كونسورت. كونسورت يعني عشيقه، لكن هي المفروض تبقى وايف. الشيف وايف والكوين نفرتاري. This was in fact the second time in ancient Egyptian history that a temple was dedicated to a queen. يعني بنقول دي تاني مرة في التاريخ المصري إن إحنا نلاقي معبد معمول مخصوص لواحدة من الزوجات. تمام. المرة الأولانية كان المعبد الخاص بأمنحتب الثالث dedicated a temple to his great royal wife Queen T. المرة الأولانية كان الملك أمنحتب الثالث لما عمل معبد للإلهة تي اللي هي مامة الملك إخناتون. نيجي بقى نتكلم على الفاساد of the temple، واجهة معبد نفرتاري. it's a rock cut فساد برضو منحوت في الصخر 30 meters in width وعرضه 30 متر وارتفاعه 13 متر. It is hewn from the rock in imitation of a pylon with a cavetto cornice which is nowadays missing. يعني المعبد برضو معمول بنفس الطريقة زي المعبد الكبير، مع الفارق طبعا إن ده موجود فيه تماثيل واقفة. وبنقول ان هو من فوقيه there is a cavetto cornice. يعني المفروض ان فيه برضه من فوق cavetto cornice بالظبط، او الكورنيشه اللي من فوق زي اللي كانت موجوده فوق المعبد بتاع رمسيس. بس الجزء ده للاسف ما بقاش موجود دلوقتي، يعني كل الجزء دوت راح خلاص ما بقاش موجود. تمام. The facade does not form an exact right angle with the main axis of the temple. يعني واجهة المعبد مش ماشية على نفس الاتجاه الاكسس بتاع المعبد بالظبط. يعني لما تخش تلاقي المعبد واخد انكسار يمين علشان توصل لغاية السانشواري. The facade is decorated with 2 groups of 3 colossi that are separated by the entrance. يعني احنا عندنا هنا الانترانس اهو. تمام. ادي الانترانس وفي 3 تماثيل على اليمين و3 تماثيل على الشمال. separated by the large gateway وبيفصل ما بينهم البوابة. The statues are slightly more than 10 meters high. يعني تماثيل يا دوبك 10 متر أو أعلى شوية من 10 متر بحاجة بسيطة. represent the king and the queen. وبتبين الملك والملكة. إيه بقى التماثيل؟ On either side of the entrance يعني على يمين وشمال المدخل في عندنا statue of Ramesses II once wearing the white crown and once wearing the double crown.
يعني في عندنا تمثالين للملك على يمين وشمال المعبد. احنا زي ما قلنا هم ثلاثة، يعني في عندنا هنا في تمثال، اوكي، هنا برضو في تمثال. التمثالين اللي على يمين وشمال المدخل دول بتوع رمسيس، يعني هنا رمسيس وهنا رمسيس. حلو. طيب مرة لابس التاج الأبيض ومرة لابس التاج المزدوج. Then next to him on either side a deified statue of Nefertari wearing the emblem of Hathor above her head and holding the sistrum in her hand. يعني ايه بقى؟ على يمين وشمال تمثال الملك، في تمثال بقى بتاع مراته standing برضه، ادي هنا التمثال بتاع مراته، هنا الناحية دي وهنا واحد تاني الناحية دي. تمام؟ يبقى ده نكتب عليه كده نفرتاري او ان نفرتاري، وهنا برضو ان نفرتاري. اوكي؟ طيب بعديهم بنقول next to her statues of Ramesses II represented again. يعني برضو بقى على يمينها وشمالها اهو رمسيس واقف تالت مرة اهو، اهو هنا. يبقى هنا برضو رمسيس وهنا برضو رمسيس. يبقى عدد تماثيل رمسيس 4 وعدد تماثيل نفرتاري 2. في الآخر المعبد ده بتاعها هي. ماشي، ما علينا يعني. Thus the statues of the Nefertari are flanked by those of Ramses II. يعني تماثيل نفرتاري متحوطة بتماثيل رمسيس الثاني. Her statues are the same height as those of Ramses, which is unusual. يعني ارتفاع تماثيلها هو نفس مستوى ارتفاع تماثيل رمسيس، ودي حاجة ما بتحصلش كتير إن الملك يعمل تماثيل مراته على نفس مستوى التماثيل بتاعته هو. Between the legs of the six colossal statues، ما بين رجلين التماثيل عندنا بقى ايه؟ تماثيل صغيرة depicting their children اللي بتبين أطفالهم. There is a frieze of cobras above the entrance door which is in the center of the facade. يعني فوق المدخل بتاع المعبد، كان فوق المدخل أهو، تمام؟ المدخل كان فوقيه في فريز اوف كوبراز، يعني كان في مجموعة من الكوبراز، تمام، اللي بتحرس المدخل. High above the doorway is a block of undressed stone which may have been the carving of the head of Hathor. يعني فوق المدخل بتاع المعبد، البوابة بتاعت المعبد، اوكي، وفوقيها كان في فريز اوف كوبرا زي ما قلنا، تمام، وفوقيها في كتلة حجر كده. الكتلة دي متدمرة، غالبا الكتلة دي كانت المفروض هتبقى ايه؟ كانت هتبقى الراس بتاعت حتحور، تمام، اللي احنا عارفينها زي اللي موجودة في مدخل المتحف المصري في التحرير، نفس الفكرة بالظبط. الراس بتاعت حتحور، تمام، والودنين بتوعها اللي هي الودنين بتوع البقرة، تمام، والكراون بتاعها زي ما احنا عارفين اللي هو ايه؟ السولار ديسك والتو هورنز. معلش انا عارف ان الرسم بتاعي غريب شويه، يعني احنا مطلعين تقريبا ده عفريت تقريبا، مش ايه، مش هتكون خالص، بس ما علينا، يعني المهم ان احنا نبقى فاهمين الفكره. تمام. طيب نيجي بعد كده بقى ايه، نشوف كده في التصميم بتاع المعبد. نيجي ننزل كده لتصميم معبد معبد ابو سمبل الصغير اهو. تمام. زي ما احنا عارفين هو ادي التماثيل اهي، ادي هنا التمثال بتاع رمسيس، بعد كده نفرتاري، بعد كده ادي رمسيس، ادي المدخل بتاع المعبد، بعد كده تاني رمسيس، بعد كده نفرتاري، وفي الاخر رمسيس. حلو الكلام. طيب هو المعبد عباره عن ايه؟ اول حاجه صاله عمدان فيها 6 عمدان اهم، تمام. العمدان دي البيلرز دي كلها متزخرفه عليها ديكوريشنز. فاول حاجه زي ما بنقول البيلرد هول. The doorway leads to a square the pillared hall. صالة مربعة divided into 3 aisles، متقسمة ل3 اتجاهات أو ثلاث أجزاء أو 3 aisles، تمام، 3 أروقة يعني في النص. by 6 pillars، عن طريق 6 عمدان، 3 يمين و3 شمال. decorated from their fronts by the heads of the eared goddess Hathor. يعني بنقول إيه؟ إن البيلرز دي متزخرفة من الوش بتاعها، العمدان دي مزخرفة من الوش بتاعها براس حتحور، يعني كل واحد فيهم في راس حتحور كده من فوق، تمام. ده زي كأنه بديل عن تماثيل الملك اللي كان معمولة بالشكل الأوزيري في المعبد الثاني. On either side of the pillars there are scenes of the royal couple and various deities. وعلى العمدان في رسومات للملك ومراته مع آلهة مختلفة. The scenes decorating this hall are simpler and less colorful than those in the Great Temple. يعني الرسومات هنا تصميمها يعني simpler، يعني أبسط ومش متلونة زي المعبد بتاع رمسيس نفسه Great Temple. On the entrance wall، على الحيطة بتاعت المدخل،
The king accompanied by the queen is shown smiting once a Libyan enemy in the presence of Ra al-Akhti and once a Nubian in the presence of Amurra. ادي كده اول تو سينز هنتكلم عليهم. ان احنا اول ما بنخش من باب المعبد، تمام، في عندنا رسمه للملك وهو بيضرب واحد من الاعداء اللي هو العدو الليبي، والمنظر الثاني وهو بيضرب العدو النوبي. العدو الليبي بيضربه قدام مين؟ قدام راحو الاخطي، والعدو النوبي بيضربه قدام امون را. طب اشمعنى الليبي قدام راحو الاخطي والنوبي قدام امون را؟ لان احنا عارفين طبعا ان ليبيا موجوده في غرب مصر، تمام؟ فالمعبد بتاع راحو الاخطي يعتبر مكانه في شمال مصر، فبالتالي الليبيانز كان دايما الاماكن اللي كانوا بيتواجدوا فيها ناحيه الدلتا. فكان لما نيجي نرسم ان هم بيضربوا الاعداء الليبيين، فمن المنطقي انها تترسم في الناحيه الشماليه، النوبيين في جنوب مصر وعباده امون را في الجنوب، فبالتالي ان امون يترسم قدام الملك وهو بيضرب النوبيين ساعتها يبقى الرسمه ميك سنس. تمام؟ يبقى احنا عندنا اول رسمه على ادي واحد وادي اثنين اللي هي الرسومات بتاعه ضرب الاعداء، مره الليبي ومره النوبي. on the left hand wall على الناحيه الايد الشمال from the left to right في عندنا بقى السينز اللي هي رقم 3 اللي هي السينز بتاعت رمسيس مع الآلهة. رمسيس in the presence of Hathor, رمسيس crowned by Set and Horus, the queen in the presence of Anubis, رمسيس presenting Ma'at to Amun. يبقى على الإيد الشمال من ما تدخل المعبد أهو رقم 3 عندنا الرسومات ديت اللي هي بتاعت رمسيس مع عدد من الآلهة، مرة واقف مع حتحور، ومرة وهو بيتوج على ايدين حورس وست، والملكة مع أنوبيس، والملك بيقدم علامة معط لأمون. حلو. On the right hand wall الرسمة بقى الرسومات اللي هي ناحية الإيد اليمين from right to left من اليمين للشمال عندنا سينز بتاعت رمسيس making offerings to بتاح، تبقى عليهم رقم 4. رمسيس وهو بيعمل offerings لمين؟ لبتاح. جميل. رمسيس in the presence of ram headed god Hershef، ورمسيس وهو مع الإله هرشف، تمام؟ and the queen in the presence of حتحور، والملكة مع الإلهة حتحور، ورمسيس is offering a cup to راحو الأختي، والملك بيقدم هدية لراحو الأختي، تمام؟ يبقى على الناحية الشمال عندنا رمسيس مع حتحور، ورمسيس مع حورس وست، والملك مع أنوبيس، ورمسيس مع أمون. وعلى الناحية اليمين رمسيس مع بتاح، وبعد كده مع الإله حرشف، وبعد كده الملكة مع حتحور، وبعد كده رمسيس بيقدم لراحو. نكتب على المكان هنا رقم 4 ده كده السين اللي موجود على الرايت هاند سايد. يبقى احنا قلنا الرسومات 1 و2 الملك وهو بيحارب الأعداء، مرة بيضرب الأعداء النوبيين ومرة بيضرب الأعداء الليبيين، وبعد كده السينز بتاعت الملك مع عدد من الآلهة على الناحية الشمال ومع عدد تاني من الآلهة على الناحية اليمين. On the rear wall, the queen is depicted in the presence of Hathor on the left and the presence of Mut on the right. يعني بعد كده في الحيطة اللي في الظهر نكتب كده عليها اللي هي رقم 5 عندنا الرسومات بتاعت الملكة وهي مع الإلهة حتحور على الناحية الشمال ومع الإلهة موت على الناحية اليمين. ودي اللي هي الحيطة رقم 5 اللي هي الرير وول، الحيطة الورانية. بعد كده عندنا إيه؟ عندنا الترانسفيرس وول. ترانسفيرس وول اللي هي الصالة اللي موجودة هنا أهو. ترانسفيرس وول بنخش لها برضو بثلاث مداخل، وعلى يمينها وشمالها في غرفتين تخزين، وفي الآخر عندنا السانشواري. فنقول from the pillared hall 3 doorways، ثلاث مداخل بيودونا على narrow transverse hall with scenes showing the queen making offerings in front of حتحور. دي رسومات للملكة وهي بتعمل offerings لحتحور، نكتب كده عليها رقم 6. تمام؟ دي هنا رقم 6. To the left and right there are two unfinished side chambers في غرفتين جانبيتين over the doors of which fine reliefs of حتحور coming out of the papyrus marshes and worship respectively by the king and the queen. دي كده الرسمة رقم 7. بنقول ان هو على مداخل الاوض الجانبيه السايد شامبرز دي في عندنا رسومات لحتحور وهي خارجه من البابايرس مارشز، وهي خارجه من احراش الدلتا. يعني البقره حتحور كده اهو، تمام، وهي رجليها قدام طالعه من وبقيه جسمها ورا،
وحواليها عمدان البردي واقفة مغطياها، فهي خارجة كده طالعة بوشها وفوقيها الكراونز، والبردي موجود مغطيها حواليها من الجناب. تمام. وقدامها الملك وهو بيتعبد، والملكة وهي قاعدة برضو تتعبد قدام. تمام. طيب انا عارف ان الرسم بتاعي غريب شويه، بس يعني احنا بنرسم رسومات مبسطه على قد ما نقدر عشان الرسمه تثبت في دماغنا. يبقى هنا رقم 7 اهو، 7 هنا، برضو 7 الناحيه الثانيه. نيجي بعد كده بقى للايه؟ السانشواري، المحراب. Beyond the transverse chamber is the sanctuary. Its rear wall is decorated by a recess. يعني من جوه في تجويف في الحيطه، في الوش. يعني اول ما تخش من سانشواري في الوش هتلاقي فيه ريسس، تجويف في الحيطه. التجويف ده عباره عن ايه؟ زي تشابل، يعني منحوت زي تشابل في الحيطه. تمام. التشابل دي ظروف is supported by sistrum، يعني السقف بتاعها من فوق دي زي علامه السيسترم. عارفين السيسترم اللي هي الشوكليله اللي هي بتبقى عامله كده؟ تمام. بيبقى فيها اللي هي الجنجلز، اللي هي الحاجات اللي بتعمل صوت الشخلله. In this recess there is a figure of goddess Hathor as a cow. في بقرة مجسم للبقرة كأنها خارجة من الحيطة، يعني البقرة كأنها خارجة من الحيطة in high relief، في وباين إنها طالعة من الحيطة يعني بارزة. and under her head representation of the queen، وتحت رأسها رسمة أو نحت للملكة. تمام. يعني زي ما احنا شايفين في الصورة كده اهو، زي ما احنا شايفين هنا في الصورة اهو. طبعا هي الصورة مش واضحة للأسف، بس يعني دي اقرب حاجه متاحه. ان هو الرسمه بتاعت البقره هتحور في النص في السانشواري، طالعه من الحيطه وتحتيها راس الملكه. طيب نرجع بقى للكلام، فبنقول on the left hand wall the queen offers incense to Mut and Hathor, and on the right, the right hand wall the king offers incense and pours libation in front of his own image and in front of that of the queen. يبقى الرسمه اللي موجوده رقم 8 او جوه المحراب جوه السانشواري، في عندنا على الحيطه الشمال left hand wall، الحيطه الشمال عندنا الملكه وهي بتعمل offerings. تمام. بتعمل بخور لموت وحتحور. وعلى الحيطه اليمين الملك بيعمل بخور وبيعمل offerings libation، يعني بيحط قرابين سائله زي كانه بيدلق ميه او بيدي عصير للصوره بتاعته his own image، يعني بيعمل offerings لنفسه. تمام. وكمان بيعمل offerings لمين؟ لمراته الكوين. تمام. زي ما احنا شايفين هنا كده رقم 8، نكتب كده رقم 8 ان دي السينز اللي موجوده جوه المعبد، جوه السانشواري، معبد نفرتاري. وده كده بالنسبه لمعبدين ابو سمبل.